أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله
الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد وأحبة الإيمان فإن الله جل وعلا قد كتب لكم عيدكم هذا بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو شهر رمضان. فما كان من بعد هذا الشهر العظيم إلا فرح وسرور يدخله الله جل وعلا في قلوب العباد. يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اعلموا أحبة الإيمان أن العيد للفرح والسرور. واعلموا أحبة الإيمان أن الله قد جعل العيد عيد المسلمين لإظهار السرور مخالفة للذين كفروا من أهل الكتاب. واعلموا أحبة الإيمان أن الله جل وعلا قد شرع لنا الفرح والسرور في هذه الأعياد وجعل لنا في دين الإسلام فسحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لتعلم اليهود أن في دين الإسلام فسحة. ولذلك شرع الله جل وعلا العيد وشرع فيه الفرح والسرور. وما جعل الله جل وعلا أعيادنا أعياد المسلمين إلا لإظهار الفرح والسرور وإفشاء السلام وتبادل التهاني ووضع الطيب والابتسام على أفواهنا. وكذلك أحبة الإيمان وصلة الأرحام. وشرع لنا اللعب واللهو بحدود شرع الله جل وعلا. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في أن الإسلام جعل اليسر وأبعد عن بني آدم العسر حتى يفرحوا ويسروا. وقد أنزل ذلك بعد آيات الصيام، بعد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فإذا السرور شريعة من شريعة الله جل وعلا وضعها للمسلمين حتى يفرحوا. قال تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله جل وعلا بالمسلمين اليسر ولا يريد بهم العسر. فالفرح والسرور بحدود ما شرعه الله تبارك وتعالى. واعلموا أحبة الإيمان أن هذه
به نارا وكان آخر بجانبه يكبر الله تعالى، لكان الذي يكبر الله أعظم أجرا، أعظم أجرا من هذا المتصدق، هذا الذي جعل دنانيرا يتصدق بها للفقراء والمساكين. لو أن رجلا يكبر الله جل وعلا لكان صنعه وأجره وثوابه عند الله أعظم من هذا الذي يتصدق. ولذلك الله تبارك وتعالى قد أمر المسلمين بعد هذا الركن العظيم أن يكبروا الله على ما هداهم لعلهم يشكرون. فمن عظيم شكر الله جل وعلا أن يعبد الله وأن يكبر الله جل وعلا. واعلموا أحبة الإيمان وصية اعقلوها في قلوبكم، فإن فيها فائدة عظيمة، أن بعد رمضان لا تترك العبادة ولا انقلاب على طاعة، لا تترك عبادة الله تبارك وتعالى في الصلاة والصيام وزكاة وصدقة وغير ذلك من العبادات ولا انقلاب على طاعة أبدا، فإنما يجدد الإيمان بطاعة الله جل وعلا. واعلموا أحبة الإيمان أن الله تبارك وتعالى قد جعل علامة على قبول العمل الصالح الذي قد عملته، ومنها شهر رمضان، صيام رمضان، كما قال ابن حجر رحمه الله وابن رجب وغيرهم من العلماء أن دلالة وعلامة قبول العمل الأول أن يوفقك الله لعمل بعده. فاعلموا أحبة الإيمان أن الله قد شرع بعد رمضان صيام 6 من شوال، فإذا كان لك السبب في ذلك فإن الله قد قبل منك رمضان، كالصلاة، كالسنن التي في الصلاة. إن أنت صليت الصبح وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء جعل الله لك قبلها وبعدها رواتب من السنن، فإن أنت حافظت عليها فاعلم أن هذه علامة على قبول الفرض منك من قبل الله جل وعلا، فطاعة بعد طاعة يقبلها الله تبارك وتعالى. واعلموا أحبة الإيمان أن الله جل وعلا قد شرع التهاني، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عيدهم يهنئ أحدهم الآخر فيقول تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. وهذه الأيام أيام فرح وسرور، أيام أكل وشرب كما شرعه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيام رمضان وقيام ليالي رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل الفرح والسرور على بلادنا هذه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم سخائي ورحمتك وبراء وأمنك وسلامك على هذه البلاد وما جاورها من بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين المبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعم الأمن والأمان والسلامة والإسلام على بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين،
وقوموا إلى عيدكم بارك الله